قدام الكاميرا ده سحر. انا كتبته برضه ما كنتش حاطط نفسي فيه، هو المخرج اللي قال لي انت اللي هتعمله. يعني الناس ابتدت تعرف اسمي من المسلسل الصياد. انت حبيت الدور؟ كان بالنسبه لي الدور صغير، الدور ما كانش كده، ما عندوش غيره من اللي بيشتغل قدامه. انا من حب للشخصيه قعدت ازوق فيها. يعني قال الاستاذ احمد نادر، قال له بص الفكره دي يا اما تكسر الدنيا يا اما الناس هيضحكوا عليك. وانا صغير كنت زملكاوي جدا، انا على فكره بنتي بتلعب كوره في الزمالك، فلما رحت نادي المعادي اطلب الاستغناء رفضوا، قالوا لنادي الزمالك ادفعوا فلوس. هو ما كانش في حاجه اسمها احتراف اصلا. يعني لقيت الناس دي عايشه في عالم تاني. قال لي هو بيقول للعيبه بتاعته ان هو هيضحكهم عليك. الكوره اللي بعديها هو داخل عليا وقمت ملبسه كوبري، راح موقف اللعب قال لي انت مش هتنفع تبقى معانا. دلوقتي الموضوع اصعب بكتير، قعد يسعى سنه بحالها انه يمشيني من النادي، حرامي وبيشرب مخدرات وبيضرب عيال اصحابه وبيضرب زمايله غير ملتزم وحاجات كده. وده غير مسارك تماما. لكن انا مهووس فن. مفاجاه. قلت له ده هنا، قال لي بص هي دي المفاجاه، هي دي التركه. لما بتعمل كاركتر جديد انا عايز اعمله من احب الاعمال. ايه انا قعدت سنتين ما اشتغلتش. يا جماعه الناس دي ما اشتغلتش لو محتاجينهم.